حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم الميني بيتزا. الميني بيتزا حاجه كده من المعجنات السهله السريعه اللذيذه الخفيفه اللي ما بتاخدش وقت ولا مجهود. بتتعمل بسرعه جدا، مكونات موجوده في البيت عندنا، شويه دقيق وميه وبواقي حاجات في التلاجة، ونعمل احلى ميني بيتزا. بجد خطيره. يعني بصوا لونها، بصوا العجينه قطنيه وهشه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. والجبنة سايحة بقى عليها، يا سلام كده مع كوباية شاي. ما اقولكوش خطيرة. يلا بقى نصلي ونسلم على سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونشوف مقادير وصفتنا النهاردة. عندي نص كيلو من الدقيق، يعني حوالي كده 3 كوبايات ونص. وعندي كمان كوباية من المية الدافية. وعندي علبة من الزبادي 105 جرام. وعندي كمان معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة، وأربع معالق من الزيت، معالق كبيرة. وعندي كمان باكو من البيكنج باودر. وعندي رشة من الملح، ومعلقتين من اللبن البودر. الكوباية اللي أنا معايرة بيها هو المج اللي موجود، مج الشاي الموجود عندنا في كل بيت. يلا بقى نشوف الطريقة. بجيب بولة وبنزل بيها بكوباية المية الدافية، دافية كده زي دمعة العين، لا سخنة قوي ولا باردة. وبنزل عليهم بالخميرة والسكر، وادوب بقى الخميرة كويس. وبعدين انزل بعلبة الزبادي اللي معايا، واقلب برضو، امكس كده كل الكلام ده مع بعضه. وبعد كده هنزل بقى بالمكونات الجافة، هنزل بالدقيق واللبن البودر ورشة الملح والبيكنج باودر. وابدأ بقى في ان انا اعجن كده كويس، واخلط كده كل الدقيق مع المكونات السايلة لغاية ما تبدأ تتكون معايا عجينة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعد كده اروح نازلة بالزيت، واعجن بقى كويس لحد ما تبدأ العجينة تتشكل معايا زي ما انتوا شايفين كده. لا بقت بتلزق في الطبق ولازقه في، يعني عجينه طريه يعني نوعا ما، يعني بصوا بتلزق بسيط قوي في ايدي. بس كده غطيها واسيبها تخمر في مكان دافي. وعلى ما تخمر بقى احضر صوص البيتزا. انا عندي صلصه من صلصه الطماطم الجاهزه، وبحط كده حوالي 4 معالق عليهم بقى معلقه صغيره من بودره البصل، ومعلقه صغيره من بودره الثوم، ونص معلقه كده من الزعتر، وكمان حوالي معلقتين من الزيت. وأقلب كل الكلام ده كده مع بعضه كويس. ده كده صوص بيتزا عندي، عايزة اقول لكم طعمه بجد في منتهى الجمال، وحاجة كده سريعة ولذيذة جدا جدا. بس كمان هضيف للصلصة دي كمان رشة من السكر، وهضيف كمان نص معلقة من الملح. بس كده صلصتنا جاهزة. وبعد كده هحضر بقى التوبنج بتاع البيتزا بتاعي. انا قطعت كده فلفل رومي، عندي كمان جبنه رومي مبشوره، عندي جبنه موتزاريلا، عندي زيتون، يعني اي حاجه موجوده عندك بواقي في التلاجة هنستخدمها في وصفتنا النهارده، ملهاش اي مقادير محدده. بس كده بصوا بقى العجينه خمرت وملت البوله، وشايفين بقى الطراوه اللي في العجينه وقد ايه هشه معايا وقطنيه وتحفه جدا. هنزل بقى بالعجينه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين معايا، وهبدأ بقى افردها. بصوا بتتفرد معايا بمنتهى السهولة ازاي، علشان عجينتنا خمرت كويس قوي، وكمان ان هي عجينة قطنية وهشة قوي. ببدأ بقى بالسكينة كده او بالقطاعة عندي، واقطعها كده بالطول وبالعرض على قد ما هاخد كده كل قطعة واكورها. وابدأ كده اكور كل قطعة معايا بالشكل ده. عايزاها بقى صغيرة، عايزاها كبيرة شوية، حسب ما انتي عايزة. وابدأ كده اكور فيها. انا عملت معايا حوالي 20 قطعة. القطعة معايا زي ما انتوا شايفين حجمها حلو، يعني متوسط. لو عايزة اصغر من كده ممكن تعمل معاكي كمان النص كيلو دي، ده ممكن يعمل معاكي 30 واحدة، حسب ما انتي عايزة الحجم بتاعها. بس كده قطعتهم كلهم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اغطيهم واسيبهم كمان يستريح، العجينة معايا كمان تستريح حوالي ربع ساعة كمان، علشان اعرف بقى اشتغل فيها. بس كده ارتاحت معايا. هبدأ بقى اخد كل كورة وابدأ كده افردها كويس زي ما انتوا شايفين. خلي السمك بتاعها خفيف، وابدأ بالشوكة كده اخرمها.
وبس كده. قد ايه العجينة قطنية بجد. وعلى صينية بقى مدهونة واحط البيتزا بتاعتي، او على انا حاطه ورق زبده، لو ما عندكيش مش مشكله، تدهني الصينيه بتاعتك كويس وتحطي البيتزا بتاعتك في الصينيه. بصوا العجينه خطيره، يعني انا لو قعدت اوصف لكم في العجينه وجمالها بجد تحفه، لازم تجربوا وتشوفوا بنفسكم. بس كده. وابدا بقى ادهن الصلصه بقى كده على البيتزات بتاعتي اللي انا عملتها. الصلصه ريحتها تحفه، الزعتر مديها طعم حلو قوي قوي قوي. وابدا كده ادهن كويس بقى كل البيتزات بتاعتي بالشكل ده. صوص عملناه في دقيقتين وطعمه بجد حلو جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس كده خلصت بقى كده، حطيت الصلصة على البيتزات بتاعتي. هبدأ بقى احط الفلفل الرومي او اي حاجة انتي عايزة تحطيها بقى، اللي موجود عندك حطيه. وبعد كده بقى حطيت كده حبة من الجبنة الرومي المبشورة، وكم واحدة زيتون كده بقى على كل واحدة، والجبنة بعد كده الموتزاريلا من فوق. لو عندك جبنة موتزاريلا بس حطي، عندك جبنة رومي بس حطي، مش لازم الاتنين. انا عشان كانوا عندي في التلاجة فحطيت الاتنين. يعني هي بجد وصفة مش مكلفة خالص، اللي موجود عندك في التلاجة هتحطيه. اضغط كده عليهم بالراحة وادخل الفرن بقى، يكون الفرن درجة حرارته سخن جدا على اعلى درجة حرارة عندك. 5 دقايق بالظبط، 7 دقايق بالكتير، وبتطلع معانا البيتزا بالشكل والجمال ده زي ما انتوا شايفين. لونها بجد تحفة 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 تحفة، طرية هشة خفيفة، يعني بصوا بجد خطيرة، بجد تحفة تحفة تحفة. يعني انا العجينة قطنية بشكل خطير. بصوا اللون من تحت واخدة لون حلو قوي قوي، والجبنة بقى سايحة وخطيرة، طرية جدا جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا العجينة عاملة زي القطن، بجد تحفة. لازم تجربوا وتشوفوا بنفسكم. ما بتاخدش اي وقت. عشاء ممكن تعمليها كده كأنها عشوة سريعة جدا جدا مع كوباية شاي كده، يا سلام، بالذات في الجو الشتا ده. المعجنات كده لما بتعمليها بتدي دفى في البيت كده وريحة حلوة قوي قوي، وكفاية ان انتي عاملة حاجة في البيت انتي ضامنة نظافتها وجودتها، والنتيجة لما بتطلع حلوة كده صدقيني انتي نفسك بتفرحي بالنتيجة، لان بجد لو جربتيها النتيجة هتبهرك حقيقي، احلى من بتاعة الافران وموفرة 100,000 مرة. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله اعملها لكم، وهستنى رأيكم وتطبيقاتكم لان بجد رأيكم بيفرق معايا جدا جدا. ويلا بقى باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي.